صباح الخير. ازيكم؟ يا رب الكل يكون بخير. اول حاجه النهارده جايه اقول لكم على موضوع الهجره العشوائيه دي. اول حاجه في الفيديو عشان الناس تفتكر الهجره العشوائيه. يا جماعه اللي عايز يطلع امريكا يدخل على الفيديو يتفرج عليه، هو طويل شويه بس عشان احنا كاتبين خطوه خطوه. يعني تدخل على الفيديو بتلاقي كل حاجه عن الهجره العشوائيه وتقدم ازاي والصوره بتبقى ازاي وكل حاجه. دي اول حاجه عايزه اقولها لكم في الفيديو عشان الناس اللي لسه بتبعت اسافر ازاي. تاني حاجة أنا عايزة أتأسف لكم على التأخير، لأني بقالي كام يوم ما قدمتش فيديوهات، بس معلش لأن أنا جوزي منعني إن أنا، مش منعني، هو مش حابب إن أنا أعمل فيديوهات، وهو كان موجود في البيت اليومين اللي فاتوا دول، فما كنتش عارفة أعمل فيديوهات خالص. فما صدقت النهاردة كان مسافر، فقلت بس أقدر أعمل لكم الفيديو النهاردة. والنهاردة أنا حابة أكلمكم بصراحة عن الدراسة في أمريكا. الدراسة في أمريكا هنا طبعا هي مختلفة عن مصر كدراسة. لو انت عندك سكولارشيب اللي هي زي حد زي بيتبرع بالمصاريف بتاعت الكلية، لأن مصاريف الكلية هنا غالية جدا 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 فوق ما تتخيلوا. آه، فانتوا طبعا لو انتوا عندكم حد يتبرع بالموضوع ده، لو انت شاطر في السبورتس، لو انت شاطر في الدراسة نفسها في مادة معينة او عندك حاجة سبيشال، الحاجات دي كلها بتساعد، درجاتك بتساعد. وبتلاقي ناس كتير جدا وقتك تتبرع بمصاريف الكلية. دي حاجة. طبعا انا بتكلم على الامريكان اللي هم في ناس كتير جدا ما بتقدرش تدفع مصاريف الكلية، ففي منهم مثلا اللي بيطلع من سن 18 سنة أو 17، اللي هو بعد ما بيخلص الثانوية العامة الهاي سكول، بيطلع منها على الجيش. بس طبعا الجيش هنا مختلف عن مصر، ما تفكروش الجيش زي مصر. الجيش هنا مختلف جدا. الجيش هنا بياخدوك على الجيش. أول حاجة بتتمرن في الجيش، وتاني حاجة بيدفعوا لك الكلية. يعني انت لو عايز وانت في الجيش تدرس، تختار أي مكان تدرس فيه وهم بيدفعوا لك الفلوس. تاني حاجة طبعا المصاريف دي هم بيتكلفوا بيها كلها. بس لو انت في كمان حاجة، لو انت دخلت الميليتري اللي هو الجيش، بي يعني هي حاجة حلوة قوي بصراحة. أول حاجة فلوسهم حلوة جدا 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 جدا. أنا أصلا بحاول أكلم ابني يخش الجيش عندهم الميليتري لأن فلوسهم كويسة جدا. تاني حاجة أنت ليك الأوبشن، أنت لو أنت قعدت في الميليتري 20 سنة، بعدها انت مثلا داخل ب 18 سنه، بتبقى عندك 38 سنه وانت بتخلص الجيش. يعني 38 سنه يعني لسه صغير، يعني ممكن تطلع بعدها تعمل حاجه تانية، تشتغل حاجه تانية ومسموح لك. يعني انت بتطلع منها بتاخد معاش الحكومه، ومعاش ما بيبقاش شويه ومهيتهم مش شويه. وبتطلع بعدها تاخد تقدر تشتغل برضو في الحكومة، وبتدوك برضو ما هي كويسة، بس في نفس الوقت تاخد المعاش. فالناس دي بتبقى كسبانة جدا. دي أول حاجة. تاني حاجة اللي بيدرس في أمريكا وعايز بعدين يبقى معاه فلوس كتير قوي 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 قوي، يا جماعة والله بجد صدقوني أنا أعرف ناس كتير جدا هنا يدرس طب. الطب هنا بجميع أنواعه. أي حد، حتى دكتور الأشعة، أي دكتور هنا اسمه دكتور، بيكسب مكاسب مهولة مهولة، يعني فوق ما تتخيلوا. طبعا الطب صعب، بس الجيش دي اسهل طريق لكل الفئة اللي هي ما بتقدرش تدفع حق الكلية. ده اسهل طريق ليها. الانواع عندك تبقى طيار والبحار، ممكن تبقى في الجيش بس ارمي. يعني في كذا كذا حاجة انت بتختارها حسب ما انت الحاجة اللي انت حابب تعملها. فدي حاجات انا برضو شايفاها هنا في امريكا. طبعا الموضوع الجيش وموضوع دفع الكليه والحاجات دي كلها غير مصر. بس حاجه كمان عن الدراسه عايزه اقولها لكم، ان الدراسه هنا اسهل بكتير بكتير من المانيا. انا مش هتكلم عن مصر لان ما اعرفش الدراسه في مصر عامله ازاي، بس اسهل بكتير من المانيا. و... وهنا برضو موضوع الحضور، انا ما اعرفش في مصر حاليا ايه، بس موضوع انك تروحي المدرسه وتحضر ده ضروري. ده كان حاجه صغيره عن الدراسه كنت حابه اقولها لكم. ف مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. انا بطلع فيديوهات قصيره، وان شاء الله ممكن اعمل لكم فيديو تاني عن الدراسه، عن حاجات اكتر في الدراسه، عن الكليات اللي هنا، عن مستوى الكليات، عن دفع الكليات، الحاجات دي كلها. لان في برضو كليه مش يعني انت بتروحها الاول سنتين وبعد كده بتطلع على الكليه الاساسيه على اليونيفرسيتي. فالكليه انت بتروحها سنتين دي فلوسها اقل شويه. يعني
الكليات التانية ممكن يبقى في السنة مثلا 25,000 30,000 دولار. دوت الحاجة العادية اللي هي البيسك، لكن في حاجات طبعا أعلى بكتير، في حاجات برايفت سكول اللي هي برايفت يونيفرسيتي، دي بتخش لها في 80,000 دولار في السنة. بس في اللي هي الكوميونيتي كوليدج دي ممكن تدخلها أول سنتين. أول حاجة بتوفر عليك، تاني حاجة يعني بتخلي الضغط عليك قليل شويه، لان هي اسهل من الكليه التانية. فبتاخد سنتين، بتعمل الكريدت بتاعك، بتدفع في السنه تقريبا بتخش لها في 5-6 آلاف دولار. وبعد كده بعد السنتين دول، لو انت مثلا، احنا عندنا هنا في فيرجينيا بعد السنتين دول اي كليه بتقبلك، لازم هي مجبوره انها تقبلك. طالما معاك الكريدت بتاعك مقبوله انها تقبلك، مفيش حاجه اسمها لا مش هنقبلك عشان اي ظروف تانية او اي حاجه تانية او في واحد قبلك. لا، هو طبعا الحاجات دي بتحصل زي عندنا اللي هو معرفش بيسموها ايه بصراحه، نسيت، اللي هو بتاع بعد الثانويه العامه لما بتقدم في الكليات وتشوف انهي كليه هتاخدك. ده بيحصل هنا بعد الثانويه العامه. بس طبعا لو انت مش عايز تروح الطريق دوت وعايز تروح طريق اسهل وارخص، بتخش الكوميونيتي كوليدج سنتين. هي ممكن تعملها سنه كمان، بس بعد سنتين بيبقى الكليه كلها في فيرجينيا، لو انت في فيرجينيا مجبوره انها تاخدك. بعد سنه بتبقى حسب الدرجات بتاعتك وحسب الكريدت اللي انت عملته. ف دي برضو تبع الكوميونيتي كوليدج. فا anyway انا طولت عليكم، اسيبكم النهارده، وان شاء الله ارجع لكم فيديو جديد وموضوع جديد او موضوع دراسة تاني، بس عن اعمق شوية. باي باي.